لقيت خطيبي بيقول لي ما تيجي تزوريني في العيادة وتتفرجي عليها. احنا من ساعة ما اتخطبنا ما جيتيليش فيها ولا مرة. فقلت له ماشي انا موافقة ان انا اروح له. طبعا الموضوع كبر في دماغي كده. طب وانا هروح له ازاي؟ قلت طب ما هو اكيد في ممرضين وناس شغالين وسكرتارية وبتاع، فيعني مش هيبقى فيه مشكلة. ويا ريتني ما روحت. ما كنتش عارفة ابدا انه هيعمل اللي عمله ده. اول لما جالي العريس ده طبعا ماما فرحت جدا، لان حرفيا كان بقالي حوالي كام شهر على غير العادة ما بيجيليش عرسان، وانا عديت ال30. بس اول لما جه انا عجبني ان هو دكتور ومعروف وبتاع. بس اللي شككني في الموضوع ان هو عدى ال40. طب انا حلوة عديت ال30 وبتاع، بس بصراحة انا اللي كنت بتنك. جالي ناس كتيرة كويسة جدا وكل حاجة، وكنت برفض تناكة مني مش اكتر. لكن هو بقى راجل ما شاء الله طول بعرض، ومقتدر ماديا، ودكتور كبير، ويعني عنده عيادة كويسة ومعروفة وكل الكلام ده. عدى ال40 ليه من غير ما يتجوز؟ دي النقطة الوحيدة. وما شاء الله حلو كمان شكلا. دي النقطة الوحيدة اللي وقتها أنا اعترضت عليها. فقلت لهم انتوا مش حاسين يا ماما؟ يعني كان ماما وبابا بقى واهلي وكده. قلت لهم انتوا مش حاسين ان الموضوع ده فيه حاجه غلط؟ قالوا لي عادي، زي ما انت كنتي بتتنكي يمكن هو كمان كان بيتنك، وبما انه بيشوف ستات كتيره وبتاع، فيعني الموضوع ما كانش على دماغه ولا حاجه. فقلت اشوفه واقابله واعرف دنيته بما انه هو كان شافني مره، كنا في مناسبة ما يعني، وعجبته وبتاع، وجيت أقدم بناء عليها. المهم لما جه وقعدت معاه ففتحت السيرة بقى معاه. قلت له طب هو سبحان الله، هو سألني نفس السؤال اللي أنا كنت هسأله له، بس هو يعني سبق. فقلت له لا بصراحة يعني أنا كنت شايفة نفسي إن أنا عايزة اوصل لبوزيشن معين في شغلي، فكنت رافضه الجواز لحد ما اوصل للي انا عايزه اوصل له، بعد كده اتجوز براحتي. قال لي اصل انا كمان استغربت ان انت عديتي ال30 وحلوه وبتاع، يعني كويسه يعني، فليه قعدتي للوقت ده؟ المهم جاوبت على السؤال، فانا سالته بقى نفس السؤال، فلقيته بيقول لي لا عادي يعني. فعادي يعني ومعدي ال40. منظره وهو بيقول لي كلمة عادي يعني، حسيت ان هو زي ما يكون ملامحه اتغيرت، في حاجة غلط في الموضوع. فقلت انا اللي هجيب قرار القصة دي مامته اخته، فيما بعد بقى هبقى اسألهم. بس خليني دلوقتي اشوف هتخطب له ولا مش هتخطب له، يعني هوافق عليه ولا لا. طلبت ان انا اقعد معاه مره واتنين تاني قبل قرايه فاتحه. ما حبيتش ان انا اتخطب وافسخ وخلاص، فقلت لا اقعد معاه مره واتنين وتلاته وابقى مقتنعه تماما، بعد كده اتخطب عشان ما افسخش. وفعلا قعدنا مع بعض كام مره. بس لقيته بقى في الكام مره دول ما بيقوليش مثلا انتي جميله، انتي حلوه، ما بيثنيش عليا كده اللي هو كأي عريس بقى بيجي يتقدم لواحدة وعايزها توافق. لقيته بيتكلم معايا اللي هو يعني انتي واحدة يعني عادية، رغم ان انا اصلا يعني من كل الكلام اللي حواليا ان انا واحدة حلوة شكلا وجسمي ومهتمية بمظهري وبتاع. يعني حتى لما كنت ببقى قاعدة معاه الناس بتبقى رايحة وجاية مثلا بلفت انتباههم. فهو ما حتى ما بيقوليش مثلا لبسك فيه حاجة، شكل مكياجك فيه حاجة، لا ما بيتكلمش خالص. فقلت لا بقى ده الموضوع فيه وانا وراك بقى والزمن طويل. فالمهم بعد كام قعدة قعدناهم مع بعض قلت لهم انا موافقة. انا لقيته محترم وكل حاجة، بس النقطتين دول هما اللي كانوا مشككيني فيه. فلما لقيت الدنيا كويسة وبتاع فوافقت واتخطبنا ولبسنا الدبل وكله تمام. فقلت اقعد بقى اخد ودي كده مع حماتي اللذيذة الظريفة. فبعد الخطوبة بكام يوم عزمناهم عندنا في البيت.
فجت حماتي الاول وهو خلص شغله في المستشفى وجه بعديها متاخر، فهي جت الاول، فقلت فرصه ان انا اقعد اتكلم معاها. فقاعده بقى بتكلم معاها، فقلت لها يعني يا طنط، هو ليه يعني بما انه وحيدك واخواته يعني بنتين، فازاي حضرتك يعني سبتيه ما يتجوزش لحد ما عدى ال40 وبتاع؟ قالت لي والله يا بنتي انا تعبت معاه وقعدت يمين وشمال وبتاع، هو يقول لي لا بنات، لا لا بنات، لا لا بنات، لا لا بنات، لا. فقلت لها لا بنات لا ازاي يعني؟ ما هو اللي بيتجوز بنت، امال هيتجوز واحد راجل؟ فلقيتها كده قالت لي لا يا حبيبتي كبري دماغك بقى، والحمد لله ربنا هداه ويعني وافق واتخطبتوا. فقلت لها الحمد لله وربنا هداه. بصراحة شكها يعني كلامها ده شككني اكتر، كلامها وطريقتها هي بترد عليا الكلمتين دول وملامحها. هو انتوا مخبيين ايه بقى بالظبط؟ هو مالوش في الجواز ولا ايه؟ ولا بما انه شغال دكتور نسا فالموضوع فيه حاجة مريبة؟ فالمهم قلت لا بقى كده ايه، انا يعني الفار بدأ يلعب بقى والدنيا مش مظبوطة. فقلت يا بنت كملي وشوفي اخرتها ايه، بس مش هتجوز غير لما ارتاح نفسيا خالص. المهم عدى، جه واتغدينا وبتاع والوضع زي ما هو. فلقيته قال لي بقول لك ايه، احنا كنا متفقين، هو اوريدي شقته جاهزه وحياته جاهزه وانا كمان دنيتي جاهزه. ما هو انا يعني الحوار مساله عفش بس. ان الشقه لما رحت شفت الشقه عجبني الديكورات وعجبني الحاجات اللي هو عاملها، وكانت الدنيا يعني سوبر 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 لوكس، فعجبني كل حاجة، فما كانش باقي غير العفش. فقلنا خلاص الخطوبة تقعد 3 شهور. لما بحكي لكم دلوقتي كده عدى شهر ونص، فباقي شهر ونص ان على الجواز. فقال لي احنا ننزل بقى نحجز ايه العفش والحاجة. فقلت فرصة اخد ودي معاه في الكلام، ايه احاول اجرجره باي كلام بقى في الخروجات والقعدات بتاعتنا دي. فكل مرة الاقيه بيفلفص مني ومعرفش اخد منه عقد نافع. هو ليه قعد لحد دلوقتي من غير جواز؟ لحد ما اخر مرة زعق معايا، انت ايه حكايتك؟ هو احنا كل ما نقعد نتكلم مع بعض ما تفتحيش غير سيرة الموضوع ده؟ ما انت كمان قعدتي لحد ما شفتي البيزنس بتاعك ولا بوزيشنك في الشغل ولا انا كمان يا ستي كنت عايزه اعمل عياده واعمل شقه كويسه واشوف مستقبلي، انت حاطه الموضوع في دماغك ليه؟ نرفزته دي كانت بتوترني زياده وبتقول لا الموضوع برضو فيه انه مش مريحه. المهم طب دبسني في حوار العفش، وانا مش عايزه اخش في حوار عفش غير لما اعرف راسي من رجلي الاول، ولا اشتري حاجه غير لما اعرف انا هكمل معاه ولا لا. فنزلنا اول مره قلت يعني عملت ايه فيلم كده انه الحاجات مش عجباني وبتاع. فقال لي لا يعني قصري، مفيش مبقاش في وقت، احنا هنقعد ندور كده امتى، احنا عايزين نحجز الفرح وكاتب الكتاب والحاجات دي. طب اما انت ملهوف ومستعجل على الجواز اهو، امال في ايه بقى بالظبط؟ المهم قال لي بقول لك، كان خلاص بقى ايه بعد الموقف بتاع العفش ده لقيته بيقول لي طب بقول لك ايه، ما تيجي عندي العياده، انت ما جيتيليش العياده ولا مره، ما تجيلي العياده تشوفيها وتتفرجي عليها. انا مستني ان انت اللي تقولي لي اجي اتفرج على العياده بتاعتك و... ولقيتك ما بتقوليش، مع ان الطبيعي يعني ان انت كنت تيجي من زمان جدا. انا اصلا حوار بقى الجوازه نفسها رابكني، وفعلا ما جاش على بالي ان انا في يوم مثلا اعدي عليه انا عارفه مكانها وعارفه عنوانها، بس ما عدتش في ولا يوم عليه خالص. يعني المفروض مثلا ان الطبيعي اخلص مثلا شغلي واقول له انا هعدي عليك في العياده ننزل نتغدى سوا،
كنتش بعمل كده ابدا، ولا اصلا جه على بالي لحد ما هو قال لي الكلمتين دول. فقلت له اه ماشي. فالاول ايه، قلت لا اروح له العياده ازاي، العياده مش هيبقى فيها حد، ما هو اكيد يعني مش جايبني يقعدني في العياده ويفرجني عليها وهيبقى فيها مرضى. فقلت ايه لا اكيد هيبقى فيها السكرتارية والممرضين وبتاع. فانا اخترت، قلت له طب اختار يوم بس تكون فيه عندك شغل، ما تروحش فيه ايه مخصوص علشاني، يكون في عندك شغل وخلصته وانا هجيلك. فقال لي طيب تمام ماشي مفيش مشكلة. فكده انا ايه طمنت شوية وهديت على اساس ان هيبقى المرضى مشيوا، وانا بقى هروح هيكون السكرتارية بتوع الممرضات موجودين وبتاع. في الوقت ده اصلا انا قلت طب انا ازاي ما جاش على بالي ان انا اروح اشوف هو بيشتغل في ايه وبيعمل عمليات مثلا في العياده بتاعته ولا ما، الحاجات دي كلها على الاقل استكشف بس دنيته فيها ايه. العياده دي كبيره، عياده كبيره وبتاع والاجهزه بتاعته حديثه والحاجات دي ولا حاجه اي كلام وبتاع. المهم اتفقنا على اليوم فعلا ورحت له. خلص الكشوفات بتاعته وبتاع، ولقيت فعلا السكرتارية موجودة والممرضات موجودين وبتاع. فدخلت له عادي، قاعدين بقى وبتاع. فقعد فرجني الأول، خدني أوضة أوضة ولففني في أوضة أوضة، ولقيته عامل أوضة كده صغيرة فيها زي أوضة حاجة كده شبه أوضة العمليات اللي على صغير يعني وبتاع، وأوضة الكشف وأوضة كشف تانية. وما شاء الله يعني لقيت حاجة قبها جامد يعني. المهم دخلنا قعدنا في الأوضة اللي فيها المكتب بتاعه فقاعدين. فقال لي انت عارفة أنا جايبك هنا ليه؟ فقلت له عشان تفرجني على العيادة ما شاء الله جميلة، ربنا يبارك لك فيها يعني وإن شاء الله تعمل واحدة تانية وبتاع. فقال لي بصي بقى قلت هيفسخ الخطوبة، هيقول حاجة مهمة، بصي بقى دي وقعدته كده بطريقته دي فيها مصيبة يعني. أنا عايز أكشف عليكي. فأنا ضحكت في الأول قلت له أنت عايز إيه؟ تمارس وظيفتك عليا أنا كمان؟ قلت له لا يا عم أنا هتكسف، وبعدين هتكشف عليا بمناسبة إيه؟ أنا ما عنديش حاجة الحمد لله أنا زي الفل. فقال لي ما أنا عارف إنك زي الفل تمام، بس أنا عايز أكشف عليكي. قلت له هو انت بلاش هزار، ايه تكشف عليا ايه؟ هو انا يعني انت هتندمني بقى ان انا قبلت ان انا اتجوز دكتور نسا؟ ما انت تكشف يعني على ستات داخله وخارجه ما شاء الله قد كده، ده انا المفروض يعني اتضايق واغير بقى وبتاع ان انت بتكشف على ستات وكده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ فقال لي لا هو انا بتكلم بجد، انا عايزه اكشف عليكي. ما فهمتش. قلت له وتكشف عليا ليه؟ قال لي بصي انا هقولك على حاجه، بصي تقولي بقى معقد، تقولي من اللي شفته، تقولي اللي تقوليه، بس انا عايزه اكشف عليكي وما تفهمينيش غلط. فقلت له لا هو انا مش هفهم غلط بس انا عايزه افهم. قال لي بحكم المهنه انا شفت بلاوي كتير، فانا عايزه اطمن بس ان انتي عذراء وبنت وتكوني كمان مش عامله عمليه. للوهلة الأولى كده قلت له يا نهارك، هي مش أبيض عكس الأبيض بس عشان ما نقولش. قلت له يا نهارك أبيض، وأنت بقى دلوقتي جاي تقول لي يعني أنت فعلا معقد وقعدت للسن ده ما تتجوزش علشان البنات اللي أنت بتكشف عليهم وبيجولك وبتلاقيهم عاملين ومسويين وبتاع، وأنت بقى متخيل إن أنا زيهم؟ قال لي لا طبعا انت مستحيل تكوني زيهم، بس انا عشان اشيل العقد والكلاكيع اللي جوايا. انا ما عنديش شك فيكي 1%، بس ارتاح. انا مش بصي انا واثق فيكي 1,000,000%، وكده كده هنتجوز والدنيا ما فيش مشكله، بس ارجوكي ابوس ايدك انا عايزه ابقى مرتاح من جوايا، لا اكثر ولا اقل.
طبعا انا ما حسيتش بنفسي غير وانا تحولت، واللي هو ايه، ما تخرجنيش عن شعوري انا جوايا ست مؤدبة. هي دي بالظبط، ما تخرجنيش عن شعوري انا جوايا ست مؤدبة. وشتمت بقى وبتاع طبعا، وسبته وخرجت وهو جري ورايا. استني والله العظيم انا ما اقصدش حاجه، استني بس، انت فهمتيني غلط. انا واثق والله العظيم، واثق فيك، انا مش بقولك كده عشان انا مش واثق فيك، انا واثق فيك، بس انا عايز ابقى اشيل العقده اللي جوايا. انت بنفسك عماله كل ما تقابليني وتشوفيني تقولي لي انا عايزه اعرف السبب، انا عايزه اعرف السبب. يا ستي وانا بقولك السبب اهو، انا عايزه اريحك واريح نفسي، واديني بقولك السبب. فما فيهاش اي حاجه، انا هكشف عليكي زي ما بكشف على اي واحده مريضه عندي. ومن يومها وانا قاعده في البيت، الحوار ده بقاله 3 ايام دلوقتي، قاعده في البيت قافله على نفسي ومش بتكلم، ما حكيتش لحد حاجه خالص، ومش بتكلم معاه ولا عارفه اخد خطوه في اللي هو قاله ولا اللي هو بيطلبه. وانا نفسي مش عارفه، طب انا اساعده فعلا وابين له، اخليه يكشف عليا واقول له ان مش كل البنات زي بعضها. وانت مثلا كنت شغال بقى مع بنات، اللي بتجيلك بقى بنات شمال بتعمل لهم انت بقى عمليات، الله اعلم هو بيعمل ايه، انا معرفش، بس انا غيرهم. طب اثبت له العكس واخليه يكشف فعلا عليا، وابقى شلت منه العقده اللي في دماغه. ولا انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا فعلا متوتره جدا ومش عارفه اخد القرار الصح. هو انا مش عارفه ايه الموضوع الجديد ده، يعني هو واحد معقد، خليك بقى في عقدك وكلاكيعك بقى. يعني ما هو واضح طبعا ان هو، يعني كانت بتجيله بنات عايزه، سواء بقى هو بيعمل العمليات دي او ما بيعملهاش، بس واضح ان كانت بتجيله بنات كتير يعملوا كده، سواء هو بقى عمل لهم او ما عملهمش. فهو شايف ان البنات اللي اتعرضوا عليه كتير، عشان كده جات له عقده نفسيه. هو واثق فيكي وعارف ان انتي بنت محترمة وبنت ناس وبتاع، فخلاص ما يطلبش منك طلب زي ده كده اصلا. يطلب منك طلب زي ده ليه؟ هو بيقارنك بالبنات اللي بتعمل كده وبعدين انا عايزة يعني ارجع برضو افكر، مش بالعذرية والله العظيم، ما هو في بنات بتغلط كتير وبتعمل كل حاجة، بس بتحافظ على النقطة دي بالذات، بس بتبقى عكت يعني اديتها. هو كده بقى، هي كده بنت شريفة، هي متنيلة ب60 نيلة، عملت كل حاجة، بس بتيجي عند النقطة دي بتاخد بالها فيها قوي، عشان عارفة ان المجتمع بالنسبة له الشرف في العذرية. لكن هي ما شاء الله مقضياها في كل حاجة وبتعمل كل حاجة، بس واخدة بالها من النقطة دي انها ما تفقدهاش. الموضوع مش كده خالص على فكرة، اللي بيقيم بنت ما يقيمهاش ابدا بالنقطة دي. فانا في رأيي ما تقلليش من نفسك ابدا. هو واثق فيكي وعاجبه الوضع على كده كان بيها، مش عاجبه يعني كل واحد اولى بقى بعقده وكلاكيعه. لكن انا من رأيي وفي وجهة نظري انه الموضوع هيقلل منك. او لو انت بقى فكرتي فيها وخلاص هتفركشي، اكشفي وحطي الورقة في عينيه، او يعني الكشف ده ان انت بنت زي الفل ومش عاملة عمليات من اللي هو بيتكلم فيها دي، وقولي له انا بس بثبت لك ان مش كل البنات زي ما انت متخيل، بس وخلاص، وكل واحد يروح لحاله. بس طبعا يعني انا ما بقترحش كده، يعني انا بقترح ان هو طالما واثق فيك زي ما هو بيقول، يعني يبقى ما يطلبش طلب زي ده اصلا، لا واخدك على مشامك وبتاع وتعالى اكشف عليكي ومش عارفه ايه، ساذج. يعني هو في حته سذاجه ان انت، جاب منين ان انت هتقبلي على نفسك حاجه زي كده؟ مش اي واحده طبعا هتقبل على نفسها هتعمل فيها كده يعني. هو فاكر ان انت كده يعني بتساعديه على ان هو يتخلص من العقده اللي عنده خالص، يعني ده انت جيت تكحلها عمتها زي ما بيقول.
فده رأيي. اللي شايفة اي رأي تاني يا جماعة يكتب لها في الكومنتات. يعني في ناس تقولك ايه لو عريس كويس ومحترم وابن ناس، دي ظروف الحياة اللي هي اللي خليته معقد فما يجراش حاجة، فاعملي كده، وبالعكس ده انت كده تبقي عليتي في نظره. دي آراء. فكل واحد يا جماعة يكتب لها رأيه في الكومنتات بقى، وهي ايه تختار زي ما يحلو لها. خلصت حلقة النهاردة، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. واللي عنده اي مشكلة وحابب يعرضها بنفسه يسيب لي رقم تليفونه، واللي حابب انا اعرضها بالنيابة عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوب. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. باي باي.